اتفضل. حضرتك احنا شركه الشرق الاوسط لاستصلاح الاراضي وانتاج الدواجن واعلاف. شركتنا ماسكها رئيس مجلس اداره اسمه الاستاذ بركات نصير. البنك اللي معينه عشان يمشي العمال ببلاش ويزهق في العمال، ومن شهر 10 لحد النهارده ما قبضناش مرتب، والعمال ليها 7 مليون جنيه مديونيه من 2004 لحد 2010. 7 مليون مرتبات متاخرات، ورئيس البنك رئيس الشركه متضامن مع رئيس البنك، والعمال بتطلع المعاش ما بتاخدش مستحقاتها ولا مرتباتها المتاخره، ولا بتاخد قديم ولا جديد. الناس جات لها غلطات، الناس بتموت، الناس بتعيا ومحدش بيسال فينا. كل ما كان شغال يوقفوه. مصنع العلف بوظوه بطلوه عشان ما يشتغلش. المزارع وقفوها وما شغلوها، مش عايزين يشغلوها. المجزر موقفينه في كفر الشكر في القليوبيه مش عايزين يشغلوها. منطقه طموع عندنا مصنع اعلاف ممكن يورد علف لمنطقه الشرق الاوسط باكملها. موقفينه. كل رئيس مجلس خامات مفيش، تشغيل مفيش، العماله قاعده مستنيه الفرج، مستنيين نشتغل عشان نقبض. رئيس الشركه مش عايز يشغل، رئيس البنك الاستثمار مش عايز يشغل. عايزين يبيعوا الاراضي عشان يطلعوا بيها فيلل وعمارات. متر الارض اللي كانوا واخدينه بجنيه وصل 6000 جنيه حضرتك. دلوقتي مش عايزين يشغلوا العمال ويمشوها ببلاش. العمال ماتت، اولادها اتشردت، احنا بنطلع اولادنا من المدارس. احنا عايزين نكلم السيسي نفسه. ولادنا بيموتوا من قله التعليم ومن قله العلاج ومن قله الاكل والشرب. الناس دي بقى لها شهور ما كانتش لحمه، هناكل في بعضينا بعد كده. احنا عايزين مسؤول ينجدنا من بنك الاستثمار ده، يجيب لنا مرتباتنا ويجيب لنا حقوقنا. احنا خلاص جوعنا وهنموت. مش عارفين للبلد دي رئيس محدد نكلمه، عايزين راجل نكلمه في البلد، عايزين واحد يقول لنا احنا تبع مصر ولا نروح ناخد الجنسيه الاسرائيليه. هو العامله مش سهله فينا يا جدعان. احنا عايزين ناخد الجنسيه المصريه داخل بلدنا، مش عارفين ناخد الجنسيه داخل بلدنا. انا مش عارف ان انا مصري ولا اسرائيلي، انا مش عارف انا مصري ولا اسرائيلي. راجل بيقول في المقطع مش عارف اجيب قميص، مش عارف اجيب حاجه البيت ولا عيالي. انا عايز اعرف انا مصري ولا انا اسرائيلي. انا مستعد لاي محاكمه من اي مسؤول، بس يعرفني انا مصري وحقوقي ايه. انا عايز مرتب اخر الشهر اوكل بيتي وعيالي. انا عيالي هتشردوا من المدارس. كل الناس دي باعت اللي وراها واللي قدامها، نسوانها اتطلقت عشان مفيش فلوس. نجيب منين؟ نسرق. اللي عايز مسؤول في البلد يقول لي اسرق وانا اسرق، يعرفني حاجه اسرقها وانا اروح اسرقها دلوقتي. انا عايز اكل واشرب وانا امن على بيتي وعيالي في قلب بلدي، ده وطني ومش هسيبه. عايزين نروح اسرائيل، هاتوا لي مسؤول يقول لي امشي من هنا وانا اخد الجنسيه الاسرائيليه وامشي. انا بقولها على الملأ، وانا اسمي ربيع سعيد احمد، ومن قريه ام خلان حمديه جيزه. اللي عايز يحاسبني يجي يحاسبني دلوقتي. انا مسؤول عن اي كلمه بقولها. لو السيسي هيمسك البلد ومش هيجيب لي حقوقي مش هنتخبه. عدلي منصور مش هيجيب لي حقوقي يقوم من على الكرسي بتاعه يمشي. اروح لمين يجيب لي حقي في البلد دي؟ يعني انا والناس اللي ورايا دي كلها. انا خلصت كلامي وانذار للبلد باكملها. انا مش هسكت تاني. اخر المطاف انا همشي من البلد دي، اخد عيالي ومراتي وامشي من البلد دي، همشي منها، مش عارف اعيش فيها. وانا خلصت كلامي.